اوكي، الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من مسلسل تولسا كينج. عارف انها متأخرة، كان عندي زكام، ولكن لسه التغطية مستمرة. وقفنا الحلقة اللي فاتت عند دوايت وهو بيبدأ مشروع مزرعة الرياح، وكال تريشر بيتخانق مع شريكه الصيني. فايه الكلام، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الحلقة بعنوان تيلتينج ذا وايند مايلز، يعني مزرعة الرياح هتميل لمين؟ هتميل لدوايت ولا لكال تريشر؟ مين اللي هيقدر يسيطر عليها ويحط ايده كاملة فيها؟ الحلقة بتبدأ بمشهد من افشخ ما يمكن بصراحة. دوايت وتينا بيودوا ولادها مدرسة من المفترض انها من المدارس الكويسة جدا في مدينة تولسا. بنشوف مشهد حواري مثير جدا للاهتمام بين دوايت وصاحب المدرسة. دوايت مش عاجبه الحال المايل. المدرسة بتعلم الاطفال ازاي يكونوا ضعاف، مفيش عنف، مفيش كرة قدم عشان رياضة عنيفة، حتى كرة السلة والتنس مفيش مباريات، هما بيباصوا الكرة لبعض عشان احنا مش عايزين نعلم ولادنا المنافسة، لان المنافسة شيء عنيف جدا. احنا بنعلم ولادنا انه كله كسبان، مفيش حد احسن من التاني. ده شيء انساني اكتر، ده شيء حضاري اكتر. دوايت بيقترح انه ايه المشكله لما نعلم ولادنا حاجات تساعدهم في الحياه الواقعيه، مثلا ازاي يدافعوا عن نفسهم، ازاي يركنوا عربيه، ازاي يتعاملوا مع المعاملات البنكيه. صاحب المدرسه بيقول له بنعلمهم رياضه وعلوم. دوايت بيقول له ايه المشكله لما نخليهم يلعبوا ضغط شويه. صاحب المدرسه بيوري له قفص ارانب شكلها كيوت وجميل، بيقول له ايه رايك في الارانب دي؟ بيقول له حلوين جدا، بس لو يتسلقوا ويتحطوا في اطباق ناكلها هيبقوا احلى بكتير. والله يبدو ان في نقاش بين الشرق والغرب تقريبا، يعني ده ممكن يكون نقاش اقدر اتخيل انه يدور بين العلمانيين والدينيين مثلا، او عارف ممكن ده يكون نقاش بيحصل بين واحد جاي من الامبراطوريه الرومانيه مع واحد جاي من الامبراطوريه الفارسيه، او هنروح بعيد ليه، ده نقاش ممكن يحصل بين واحد قاعد في فيلا في كومباوند في القاهره مع واحد فلاح جاي من اسيوط ولا المحله الكبرى. حوار حلو جدا بصراحه. عاجبني ان دوايت داخل عنيف قوي، ما تيجوا نعلمهم ازاي يضربوا، ازاي يكسبوا الماتش، ازاي يركنوا عربيه، وده طبيعي، راجل مجرم اساسا، رئيس عصابه. عاجبني برضو ان تينا بنته بتحاول تسكته عشان شكلنا وحش قوي قدام المدرسه المتحضره دي، فبالتالي انت كمشاهد بتتعاطف مع دوايت المجرم انه مش عارف يعبر عن ارائه العنيفه والذكوريه والعنصريه ضد المدرسه الدكتاتوريه القمعيه اللي بتبوظ اخلاق الاطفال. مشكلتي بس ان ده مأزق مفتعل شويه، واخد بالك انت، دي مغالطه في المنطق. انت حاطط لي طرفين اتنين فقط، كل واحد فيهم متطرف لرايه تماما. ده عاوز يطلع العيال رؤساء عصابه، وده عاوز يطلع العيال سذج ومش مالوي هدومهم خالص. وطبعا بما ان دوايت هو البطل، اذا يبدو ان المسلسل عاوز المشاهد يتعاطف مع رايه، ان صاحب المدرسه شخص ساذج ودوايت هو الشخصيه الوحيده الواقعيه فيهم كلهم. انا شايف ان لا ده صح جدا ولا ده صح جدا. هو المفروض يكون في بالانس برضه، اعلم الولاد القوه وفي نفس الوقت اعلمهم يبقوا متحضرين عشان لا يبقوا سرسجيه قوي ولا يبقوا مخانيس قوي. لكن عموما نقاش جميل المسلسل بيفتحه وبيفتح بيه الحلقه الخامسه. بنخش بعده في سلسله من الاحداث اللي حقيقي ملهاش اي لازمه، مفيش حاجه مثيره للاهتمام قوي. كان نفسي الحلقه دي تبقى حلوه، بس زيها زي الحلقه اللي فاتت مفيش اي تقدم، ما زلنا عند نفس كل حاجه تقريبا. بودي لسه زعلان وخايف وعمال يقول لهم امسكوا مسدسات معاكم عشان هنحتاجها قريب. كال تريشر بيتكلم مع ارماند وبعدها بيتكلم مع دوايت وبيقول له انت مفكر نفسك هتعرف تقف قصادي؟ قال له انت ولا تفرق معايا ساغ، ده انا هعمل منك جلاشه. دوايت ومارجريت لسه عمالين بيهاتوا في اي خرا لحد ما خلاص الموضوع بقى يزهق. بصراحه الوليه دمها يلطش. ولكن بصراحه مشهد حلو بين دوني شورز وميتش. واضح ان الشراكه بين دوايت ودوني تمت بالفعل، الحاجه اللي قلت انا نفسي تحصل وحصلت فعلا. دوني بيشرح لميتش بيشتغل ازاي، بيقول له المكان ده اللي بيميزه حاجتين، خدمه العملاء عشان العميل يكون لويال ليك، والتسويق. بيقول له انه مش كاوبوي ولا حاجه، اللبس اللي لابسه ده والحصنه وكل الهري ده جزء من الايمج مش اكتر، عشان يقدر يستهدف سكان تولسا الريفيين ويبيع لهم عربياته بالسعر اللي يقوله. تحس ان المسلسل بيتفشخر عليك بمعلوماته، بس هو بصراحه حلو، يعني المعلومات اللي بيقولها، وخاصه مدينه ريفيه والوضع هناك ماشي ازاي والثقافه هناك ماشيه ازاي وايه الحاجات اللي بيشتغلوا فيها. عاجبني ان المسلسل مذاكر، عامل دراسه للموضوع قبل ما يجسده. طبعا مش كل حاجه حلوه. بنرجع تاني نفس الكلام، مشهد درون لنيويورك عشان المسلسل يقول لنا خدوا بالكم هننقل على الخط الدرامي بتاع تشيكي ورجالته اهو، مروقين عليكم مشاهد درون وحركات. ولكن نفس الكسل الرهيب، تشيكي ورجالته من بدايه الموسم ده تقريبا ما طلعوش بره المكان اصلا. انا مش فاهم مجرمين ازاي، يعني هم مجرمين فريلانس شغالين اونلاين من المكان ده واخدينه سكن كمان ولا ايه؟ حرفيا ما بيطلعوش من المكان. انا بدات اشك انهم مش في نيويورك ولا حاجه، هم في تولسا او ايا كان المكان اللي المسلسل بيصور فيه. ولكن عشان يقول لك انهم في نيويورك بيجيب لك قبلها مشهد للمدينه من فوق، وبعدين جنب قط على المكان وهم قاعدين فيه وبيشربوا وبيلعبوا طاوله، وتشيكي جاي من بره يدخل عليهم يلاقوهم مستهترين، بيشخط فيهم ويقول لهم انتوا ما بتشتغلوش ليه؟ ويبقى عندنا مسلسل يعني وكده.
والكسل مش مقبول من المسلسل، بس عامه الخط الدرامي ده بس هو اللي كده، باقي الخطوط الدراميه واللي هي في تولسا حاسس انها شغاله تمام عادي، بل بالعكس في تنوع في لوكيشنات التصوير ومشاهد سفر وعربيات وحركه كلها تمام يعني. طبعا فينس من الواضح انه قدر يقرا تشيكي ويعرف منه ان هو اللي موت ابوه، وبالتالي بيقترح عليه انه يتكلم ببلاكوا ويكلم دوايت ونقعد كلنا نتجمع مع بعض ونتفاهم ونوصل لاتفاق بينا عشان الخلاف ده بيضر البيزنس بتاعنا. شويه رجاله بيهجموا على مزرعه الرياح بتاعه دوايت، بيكسروها بيدغدغوا الدنيا. جيمي بيكلم دوايت بيقول له الحقني، دوايت بيجي بيعمل معاهم الجلاشه تماما، بيسالهم مين بعتكم، بيعرف ان كال فريشر بيعلن عليه الحرب. مشهد تعبان جدا، الاكشن فيه ضعيف، كوريوجرافي كحيان وغير منطقي تماما. سيلفستر ستالوني اللي عنده 75 سنه عاوز يقنعني انه تختيخ ماسكهم مديهم علقه، وحتى المشهد كسول، الموسيقى اللي شغاله في الخلفيه بيض قوي. كال فريشر بيتكلم مع بيبلاك وعايزين يتعاون مع بعض على دوايت، واخيرا دوايت بيروح موعد غرامي مع مارجريت، وكال فريشر جايب لهم نبيذ هديه، فبيقلبوه في الفلوس وجايبين افخم انواع النبيذ ليهم وللزباين اللي حواليهم. ماشي، حلقه لطيفه، بس فين الصراع بين دوايت وبيبلاكوا من ناحيه وكال فريشر من ناحيه وتشيكي ورجالته من ناحيه، وكمان فين الصراع بين كال فريشر وشريكه الصيني؟ ليه مفيش تقدم في الاحداث؟ ليه مستنيين الحلقه الاخيره عشان تدخل في الصراعات دي وتنهيها؟ وغالبا الحلقه الاخيره عشان تنهي كل هذه الصراعات هتتكروت طبعا والمسلسل يخيش. اتمنى ده ما يحصلش. الحلقه الخامسه من الموسم الثاني من مسلسل تولسا كينج، تقييمي ليها 5/10. دي كل حاجه عندي الفيديو ده، ما تنسوش لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واشوفكم في اللي بعده.